مرحبا بكم متتبعي الأعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. وصفتنا لنهار اليوم مادلين تجاري ناجح 100%، تقدري تعتمديه كمشروع وإن شاء الله تسترزقي منه. إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم نقولكم ما تنساوش تخلوا لي جيم باش يوصل أكبر عدد من المشاهدين، واللي راهي أول مرة تدخل قناتي نقولك مرحبا بك، تكوني أخت من أخواتي، فعلي اشتراكك وفعلي الجرس باش تتحصلي بالجديد. شوفوا هذا المعدلان يجيكم مشقق ومقبب، وكما قلت لكم ناجح من أول مرة بإذن الله. ما تنساوناش دايما بالجيم والبارتاج هكا باه تعم الفائدة ويستفاد الجميع. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا في ريسيبيون درنا يكون ناشف، درنا 2 حبات تاع البيض اللي نكونوا خرجناهم من الفريجيدير من قبل، درنا شويه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع الميكسو ولا مستحلب بالحلويات تلقايه عند لي بيس ولا الكاطو، تقولي له عليهم يعطيهولك، يعني قوطي يدير لك تخدمي به شعال من خطره. عندنا هنايا شويه باتاغون تاع الليمون، انا هنا عطيتكم الوصفه التجاريه، لو كنتي بغيتي ديريها للدار ديري باتاغون تاع الليم. درت هنا لافاني، انا نستعمل هذه تاع نجوى شابه بزاف وتعطيكم ريحه بنينه في المادلين ولا المسكوتشو ولا. من بعد عندي هنايا كاس تاع 220 مليلتر تاع السكر، يكون معمر ماشي بومبي بصح معمر عادي. من بعد عندي كاس ناقص صبع تاع الزيت صافي 200 مليلتر. في صندوق الوصف ان شاء الله تلقاو المقادير بالجرام وبالكاس. من بعد هنايا نطلع شويه الخليط تاعي حتى يبيض ويذوب لنا شويه هذاك السكر. الا كان عندك البيتران ديري كل المقادير وخلي البيتران تاعك يدور. وفي دور كنقول لكم السر تاع الميكسو اللي درناه في هذه الوصفه. من بعد اللي خلطت مليح زدت هنايا 2 كيسان تاع الماء عادي مسبي على عمري 2 كيسان، ما هو لا بارد لا حامي لا دافي نورمال. درت 2 كيسان تاع الماء ونعاود نطلع بالباتير. هنا الماء يعاول لي هذاك السكر باه يذوب ما يقعدلناش محجرس كيما نقولوا. نخلط مليح بالباتير كيما راكم تشوفوا 1 دقيقه هكا. من بعد نزيد المكونات الجافه بنفس الكاس اللي بدينا به عبرنا به السكر، نكملوا كامل الوصفه. عندنا هنايا 4 كيسان تاع الفارينه. هنا الفارينه ماذا بكم تغربلوها باه يجيكم المادلان تاعكم خفيف اكثر واكثر ومهوي. درت الكاس الاول زدت هنايا باكيه خماره تاع الكاطو، عندنا 2 بواكي، ندير الباكيه الاولى نزيد الكاس الزاوج تاع الفارينه وفي كل مره نغربلها. وهنا الفارينه اللي خادمه بها الفارينه العاديه تاع 25 كيلو للناس اللي تبغي تخدم المشاريع، ما تخدميش بتاع الكيلو ولا تي 45 ولا باه تخرجي في المشروع تاعك. زدت هنايا الكاس الثالث تاع الفارينه. من بعد هنا باه ما تتكور ليش الفارينه نبدا نخلط بالباتير شويه، السرعه تكون خفيفه. من بعد نطلع السرعه حتى تدخل هذيك الفارينه في كاع الخليط، وهكا يبقى لنا كاس تاع فارينه واحد اخر مازال ما زدناش. ان شاء الله تستفادوا من هذه الوصفه لاني عطيتكم كامل الاسرار. هنا كي تاكدت بلي الفارينه راهي مخلطه مليح نزيد الكاس الرابع تاع الفارينه. كما قلت لكم عندنا 4 كيسان. واللي تبغي تجرب قسمي المقادير على 2، جربي غير بحبه تاع بيض اللي غادي تخرج لك تقريبا 11 حبه الى 12 حبه وشوفي النتيجه. من بعد كبري المشروع تاعك باذن الله. غادي نعطيكم ان شاء الله حتى سعر البيع. هنا نعاود نخلط مليح ونبقى نطلع في الخليط تاعي مده 10 دقائق حتى 12 دقيقه حتى نحسوا كشغل هذاك الخليط تاعنا اللون تاعو تبدل والحجم تاعه تضاعف، نعرفوا باللي هذاك الميكسو خدمته. شوفوا هنا كيفاش راني نطلع في الخليط. وكما قلت لكم لا درتوا البيتران ديروا كل شيء على ضربه، خاطر كي نديروا الميكسو ما نحتاجوش اننا نضربوا كل حاجه وحدها، نضربوا كل شيء على ضربه. شوفوا هنايا دوك نوري لكم الخليط اللي تتحصلوا عليه. هنا بقيت نخلط في الخليط تاعي كما قلت لكم مده تاع 10 دقائق حتى 12 دقيقه. شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه. سر نجاح المادلين التجاري هو العجينه تاعنا لازم تبات في الفريجيدير ولا تريح.
على الاقل ربع سوايع، يعني كاع كي ما تخليهاش خليها ربع سوايع في الفريجيدير، ديريها في قابسه ولا غطيها هكا ببلاستيك ولا بساشي وديريها في الفريجيدير مده تاع ربع سوايع، ولا كان عندك الوقت ديريها في الليل والصباح عاد طيبيها، لانه الخميره الكيميائيه تتفاعل اكثر واكثر في البرود. وكنت ديجا شاركت معكم وصفه تاع مادلين بنفس تقريبا الطريقه هذه. نخلي العجينه تاعي تريح، لو طون اللي نبغي نطيبها نجي نوجد لي كيسات. انا لي كيسات استعملت هادو يديروا 13 ميل باكيه فيها 100 حبه، يعني كاليتي شابه. واللي تبغي تخدم المشاريع تخدمي بهذوك البيضين. وعندنا لي مول تاع المادلين، هذا المول تاع المادلين اللي غادي نطيب فيه مول متوسط، كاين الحجم الكبير اللي يطيبوا فيه، كاين بزاف يبغوا المادلين حبه كبيره بزاف. نجيب لي كيسات تاوعي وندخلهم هكا في المول باه يقضبوا لبلاصتهم ويدوا لي لا فورم. ونجيب العجينه تاعي اللي كانت ريحت ربع سوايع كما قلت لكم. شوفوا هنايا الخليط كيفاش تلقاوه تقال ولا كريمي اكثر واكثر. نسيي نخلطه شويه. الكوشه تاعي شعلتها على 200 درجه، يعني شعلتها باه نحميها عاد باه ندخل المادلين، ما لازمش الكوشه تكون بارده. ونجي هنايا نعمر لي كيسات التوعي فوق النص. صافي عندنا في الكيسه وحده عندنا 2 مغارف ونص تاع خليط ولا تاع عجين. نسيي نضرب الحبه تاعي هكا على سطح العامل ونحطها في البلا. هنايا كي تعمري كامل الحبات هادو ولا هاد ليمول وبقاولك العجين، عاودي غطيه وديريه في الفريجيدير يزيد يريح لو طون اللي يطيب لك الفواياج الاول كيما نقولوا. تعاودي تزيدي الزاوج. هنا غادي ندخلها للكوشه كما قلت لكم، الكوشه راني محميتها على 200 درجه، نقص لها ل 180 ولا 170، المهم نقصوا لها شويه وندخلوا المادلين تاعنا طيب. انتي تعرفي الكوشه تاعك كي طيب هنا ما تحليش عليها الكوشه كي تدخليها، خليها واحد 7 دقائق 8 وشوفي حلي غير ابين هكا باه تطلي. ولا كانت الكوشه تاعك من النوع اللي تدوري وكاع راكي تعرفي. هنا شوفوا المادلين تاعي هذا وراني خرجتها من الكوشه راهي حاميه. نحطها مباشره على كغي هكا ولا حاجه، مهم ما نخلوهاش في المول تاعها لخاطرش تعرق وتتعجن وما تجيكم شابه. وشوفوا ما شاء الله يجيكم مشقق ومقبب ما شاء الله. كما قلت لكم راهي المقادير مضبوطه. هنا المادلين تاعنا شوفوا هذا هو الشكل النهائي تاعو. هنا مازال حامي، انا غير باه نصور معكم الفيديو. غادي نقسم معكم حبه الميكسو اللي درناه. لو كان ما درناش الميكسو المادلين هنا تاعكم يجيكم يابس كشغل، خاطر درنا فيه الماء يجي يابس. بصح كي ديري الميكسو غادي يجيك طري ويقعد لك هكا خفيف وكاع. شوفوا هنايا كيفاش طابلنا الداخل، تشوفوا كيفاش يجيكم ما يجيكمش معجن. هنا برك انا مي راه حامي تقلقت باه نكمل معكم التصوير. نقول لكم ما تنساوناش اذا عجبكم الفيديو خلونا جيم وبارطاج. بالنسبه لسعر البيع من 25 دينار حتى 30 دينار على حسب المنطقه اللي تسكني فيها. نقول لكم الى الملتقى، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.